السؤال اللي بعده، يختلف مصدر انتاج السكر في كل من البرازيل وفرنسا. لو جينا بصينا على البرازيل وجينا بصينا على فرنسا هنلاقي ان البرازيل بتنتج السكر من قصب السكر، وهنلاقي ان فرنسا بتنتج السكر من البنجر. يبقى مصدر انتاج السكر في البرازيل القصب، مصدر انتاج السكر في فرنسا البنجر. يبقى طبعا صح لان المصدر كده مختلف. تعد قاره اسيا اكبر قارات العالم في انتاج القمح والقطن، طبعا صح. في القمح هي المركز الاول، في القطن هي المركز الاول. تعد مصر اكبر دول العالم المنتجه للالبان، طبعا غلط. اكبر دول العالم منتجه للالبان هي الهند. ثاني اكبر دول العالم منتجه للالبان هي الولايات المتحده الامريكيه. طب ايه مصر علاقه مصر من الالبان؟ قال لك ان مصر بتنتج من الالبان 6 مليون طن سنويا، بس ده مش بيكفي حاجه السكان، ده كان بسبب زياده الاستهلاك وزياده عدد السكان. رقم 6، تشتهر استراليا بانتاج اجود انواع الصوف، طبعا صح عشان فيها اغنام اسمها اغنام المارينو. رقم 7، تعد دوله تايلاند من اهم دول العالم المصدره للاسماك، طبعا صح. الصين والنرويج وتايلاند الثلاثه بيصدروا اسماك. يتم صيد الحيتان من المحيطات لاستخدام لحومها وشحومها، طبعا صح. السؤال اللي بعده، اكتب ما تشير اليه كل عباره من العبارات الاتيه. زراعه يعمل بها عدد قليل من السكان في مناطق صغيره ومعزوله، طبعا دي الزراعه البسيطه، اسمها زراعه بسيطه يعمل فيها عدد قليل من السكان. نبات دائم الخضره، طبعا هو الشاي، وقال لك بعد كده موطنه الاصلي شرق اسيا، لسه قايلها لك من شويه. رعي يمارسه سكان المناطق الصحراويه، يبقى ده الرعي البدائي. رعي يمارس في مناطق حشائش الاستبس والسفانه، يبقى ده الرعي التجاري. السؤال اللي بعده، بما تفسر.